رغم الظلم التحكيمي الواضح وحرمان الأسطورة من ضربتي جزاء، يتمكن النصر السعودي من حجز مقعد له في دور المجموعات لدور أبطال آسيا بعد ريمونتادا مثيرة ب4 أهداف لهدفين. ما يهمنا كالعادة هو أفضل لاعب في التاريخ، إذ أن هذا الأخير قدم مباراة جيدة مع حرمانه من ضربتي جزاء، كما كان صاحب الأسيست للهدف الرابع للنصر السعودي. رونالدو شن كامل غضبه على الحكم الصيني أثناء مجريات اللقاء في أكثر من لقطة. بهذا الانتصار ستكون المشاركة الأولى للأسطورة كريستيانو في دور أبطال آسيا، فبعد أن احتل أوروبا كاملة ها هو الآن يحلم بسيادة قارة آسيا وتحطيم أرقام قياسية جديدة، كل هذا وهو في 38 من عمره.